الاهلي مع المصري 0-0، اداء زي الزفت، لعب عشوائي، لعيبه خارج الخدمه، لعيبه بملايين، لا عارفه تباصي ولا عارفه ترقص ولا عارفه تنهي هجمه عشوائيه و... ومش عارف اقول ايه. يعني بصراحه اداء مخزي، ده مش الاهلي. احنا انا شايف اشباح، دول مش لعيبه الاهلي ابدا. اللعيبه اللي عارفه تباصي وبتتمركز غلط وقله حيله ورعونه شوت كور بشكل عشوائي، جات لهم 50 فرصه، حتى ضربه الجزاء. وبالاخ زيزو بقى وبقرفه وباللعب الانانيه بتاعته هو والاخ تريزيجيه اللي فاقد الثقه بالاخ جريديشار اللي عامل زي كده فيلم غبي منه فيه. بصراحه اداء مسخ، اداء مسخ. ما عنديش حاجه اقولها غير ان الاهلي بيضيع، وعلى مجلس الاداره ان هو يعمل تجديد شامل. ده إيه، يمكن الاهلي كان فيه شويه، بقى فيه شويه ريحه خطوره. كل الاباطره اللي موجودين في الملعب دول ما لهمش اي 30 لازمه. لما نزل اللاعب الناشئ بتاع الاهلي عمل للاهلي شكل، بدل الراجل التحفه اللي انتوا جايبينه مش عارف منين نسيبه دوت جريديشار. يعني محمد عبد الله ضفره ب 10 من جريديشار وب 10 من محمد شريف. الاهلي كده بيضيع، والاهلي كده لا غير مبشر ان هو ياخد اي بطوله او اي حاجه. ياخد بأمارة ايه؟ فرقه هي الاسوأ، في اللي يمكن من اسوأ الانديه في الدوري، في التمركز وفي لعب الكوره وفي الالتحام مع اللعيبه. يعني واقعه بدنيا، واقعه فنيا، وضعيفه قوي مهاريا. فمش عارف، ده مش الاهلي. ده الاهلي اللي كان بيبقى فيه منتهى الشراسه، اللي كانوا بيبقى الفريق عامل زي الغيلان. واحمد سيد زيزو ده حاله برضه يعني. لعيب عايز يجري يعني يتنطط كده وخلاص، لا انت عارف دوت يمين ولا شمال ولا في النص، ومصر يمشي بالكوره ويوقع الفرقه، وفي الاخر ضربه جزاء بكل رعونه. ضربه جزاء يا اخي كده، يا اخي انت تخصص، انت ما بتعملش حاجه عدله ابدا. يعني هي بتلعب بس كانت مسك انك بتلعب ضربات الجزاء، ان معظمها بتلعبها كويس، جاي تلعبها برعونه تلعبوها بره، تشوطها بره. ايه القرف دوت يا اخي؟ والله العظيم قرفتونا بجد. وكان يوم اسود يوم ما جت الصفقات دي، بصراحه كلها صفقات فاشله لا ترتقي للاهلي بصراحه. كلهم بقى قديم بقى جديد، على راسهم اللعيبه الجديده والقديمه اللي موجوده في الفريق. الاهلي فك خلاص، الضغينه والحقد والفلوس والاعلانات والسهر والميديا وبتاع. بقينا خلاص احنا جايبين ممثلين اعلانات، مش جايبين لعيبه كوره. يروحوا يشتغلوا بره، يشتغلوا في افلام، يمثلوا، يعملوا اي حاجه، انما مالهمش دعوه بكره القدم. بما فيهم مروان عطيه، بما فيهم اليو ديانج، كله زي الزفت، كله زي الزفت. الاخ ياسر ابراهيم كان هيسبب في جون والله، بيتمركز، بيحلق على الكوره قبلها ب 3 متر والكوره ميته. لو اللعيب عنده جرينتا ولا حاجه كان لف وخد الكوره، وكان بقى هو الشناوي كان جاب جون. ايه القرف ده؟ والجون اهو، شفت يا شناوي الجون بتاع المصري؟ لو انت كنت مكان الحارس بتاع المصري، كانت المصري النهارده شالت مش اقل من 2 3. ده بس بيوريكوا احنا فين والاهلي فين. اداء مخزي واداء عار بصراحه، ولا يليق ابدا بالاهلي، وهو ده مش الاهلي. وبصراحه يعني كانت غلطه قاتله بصراحه من مجلس الاداره يوم ما تعاقد مع النجوم من الورق دولت، النجوم بتوع الميديا، اللعيبه اللي جايه شبعانه، بوظوا حتى الناس اللي موجوده. فبقى غل وضغينه وحاجه تقرف بصراحه. لا الجديد نافع ولا القديم نافع. فرقه ايه اللي ناقصنا تاني كاهلي؟ روح مفيش، مهارات، لعيبه بملايين وما عندهاش يا عيني 1 تو 1 ان هم يعدوا يا عيني. قله حيله غير عاديه، بنعمل ميس باص غلط، بنوقف الكرة غلط. ايه اسوأ من كده؟ بنشوط بقمة العشوائية وقمة الغشومية، كأن اللعيبة لسه بتتعلم كورة، ودي في السما كل اللعيبة بلا استثناء. ايه القرف ده؟ ايه القرف دوت؟ ايه يا جدعان في ايه؟ ده مش الاهلي، كرهتونا في الكورة اقسم بالله. ده الواحد كان هيجيله وكان هيحصل له حاجة. ليه كده؟ ليه كده؟ دي فرقة ب 38 مليون، دي ولا 38 جنيه. اركن بقى زيزو، واركن بن شرقي، واركن ترزيه، واركن القرف دوت. طلعوا من الناشئين، لو عندك 3 4 زي محمد عبد الله، الاهلي هيبقى شكله احسن من القرف دوت. شويه لعيبه شبعانه خلاص، شويه لعيبه مش في دماغها حاجه، شويه لعيبه نازله عشان تتمنظر وتاخد اللقطه وبتاع، ومش عاجبها ولو يبوظ وبتاع. بتعنيكوا على ايه؟ ولا ايه اللي بتاخدوها بملايين؟ اقسم بالله ما تنسوا التعريفه. اقسم بالله انديه في الدوري اللعيبه فيها في منتصف الدوري ضفرهم برقبه عمال اتفرج على ماتش الدوري، اللعيبه بتباصي عادي جدا وبتتمركز كويس وبتاع. لولا قله الامكانيات يعني كان زمانهم بقوا في حته تانيه والجماهيريه وبتاع.
انتوا شويه لعيبه بملايين متوفر لكم لبن العصفور، واخدين اعلى مرتبات في افريقيا كلها ويمكن في اسيا، وفي الاخر ادونا المردود دوت. بلا قرف، جاتكم القرف، واداره فاشله بصراحه.